مجددا علي عبد الله صالح على قناته الخاصة، ولكن هذه المرة ليس في لقاء دبلوماسي بل زيارة للسفارة الروسية في صنعاء. الحجة تقديم العزاء في ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في مصر بحسب القناة، عزاء يبدو أنه يشمل رسائل أمنية وسياسية. فصالح تعمد الظهور بصورة المتحدي لخصومه في الداخل والخارج لرفع الروح المعنوية في قواته التي بدأت تنهار بفعل ضربات التحالف والمعارك مع المقاومة. وقد تكون الزيارة استنجادا بموسكو للاستقواء بها كما فعل رئيس النظام السوري بشار الأسد. الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي أشار إلى أن صالح نقل تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر القائم بأعمال السفارة، وهي على ما يبدو رسالة لخصومه أنه لا يزال رئيسا للمؤتمر الشعبي العام، وأن العالم يعترف به ويتعامل معه على هذا الأساس. سبقت هذا الظهور لصالح في مقر سفارة روسيا زيارة قبل أكثر من أسبوعين قام بها وفد من الانقلابيين ضم أعضاء من حزب صالح إلى موسكو في محاولة لفتح خط على أمل